أهلا بكم في فيلم النهاردة. الفيلم ده من الدراما الياباني. بيبدأ فيلمنا بالبنت دي اسمها ساياكا، وهي بتكون طالبة في المرحلة الإعدادية بس ما عندهاش صحاب. كانت خجولة اجتماعيا وعلى طول صحابها في المدرسة بيتنمروا عليها. وكان عندها 2 اخوات أصغر منها، أخوها الولد اسمه ريوتا واختها اسمها مايومي. أبوها بس كان مركز مع ريوتا لأنه عايز يطلع لاعب بيسبول، أما البنات بيكونوا على طول مع أمهم اللي هي بتهتم بيهم. كل زمايل ساياكا في الفصل عندهم حلم في حياتهم، بس هي ما كانتش عايزة تعمل حاجة بسبب إنها ما عندهاش طموح وما كانتش كويسة في المذاكرة كمان. في يوم ساياكا بتتخبط بالكرة في راسها في الملعب، فالمدير بيستدعي أمها وبيقول لها إن هو مش هيقدر يدرس حد زي ساياكا لأن المدرسين كانوا شايفينها إنها بتعاني من مرض عقلي وإنها محتاجة تروح مدرسة خاصة في الحالات اللي زيها. ساياكا بتترجاهم إن هم يدوها فرصة تانية، بس الناظر بيكون مصر على قراره. وهم رايحين البيت بتشوف بنتين وهم لابسين يونيفورم المدرسة، فبتقول لأمها إنه لبس مدرستهم جميل قوي، فأمها بتاخدها وبتروح تقدم لها على نفس المدرسة اللي كانت فيها البنتين. فساياكا كانت متوترة في أول يوم ليها في المدرسة، وكانت خايفة إن زمايلها الجدد في المدرسة يتنمروا عليها زي زمايلها اللي كانوا في المدرسة التانية. بس اتفاجئت لما لقيتهم كلهم كويسين معاها، وخاصة في 3 بنات كانوا بيحاولوا إن هم يتصاحبوا عليها وبيخلوها تتني الجيبة بتاعتهم علشان يكون شكلها أحسن، وكمان بيعملوا لها الميك اب بتاعها وبيظبطوا لها شعرها وبيرحبوا بيها في الشلة بتاعتهم. ولما البنات كبروا بيتحولوا لحاجة اسمها جيارو، ودي كلمة بتتقال على الناس اللي بيتبعوا العادات الغريبة، لأنهم بيصبغوا شعرهم أصفر وبيلبسوا هدوم غريبة وبيحضروا حفلات كتير وبيشربوا وبيدخنوا، وما كانوش مهتمين خالص بدراستهم. مدرسهم في الفصل اسمه مستر ليشيمورا كان بيزعق لهم كل يوم، وكان بيقول لهم ان هم مش هيدخلوا كليات لو فضلوا كده. وفي اغلب الايام ساياكا ما بترجعش البيت الا الصبح، وبتشوف ابوها بيضرب اخوها، ومع الوقت علاقتها مع ابوها بتبقى منعدمه، ووقت كلامهم مع بعض بيكون لما هو بيهزقها. اما امها على الرغم من كل تصرفاتها الغريبه دايما بتكون في صفها وبتدعمها حتى وهي مش فاهمه اسلوب حياتها. حياه ساياكا بتتغير في اول يوم من دراستها في السنه الثانيه لما مستر ليشيمورا بيلاقي علبه سجاير في شنطتها. استدعاها النظر في مكتبه علشان يستجوبها على تصرفاتها، واتصلوا بامها وقالوا لها على اللي حصل مع ساياكا. فامها بتترجاهم ان هم يخلوها في المدرسه وما يفصلوهاش، وكانت بتوضح لهم ان وظيفه المدرسه انها تدرس للطلبه الضعاف مش الطلبه الاذكياء بس. وبناء على الحاحها بيخلوا ساياكا في المدرسه، بس ان هم بيفصلوها شهر واحد، ولان ساياكا عندها وقت فراغ كتير فبتصبغ شعرها اصفر. فامها بتقترح عليها انها تروح الجامعه، وكانت مصدقه ان ساياكا لو حاولت هتدخل الجامعه. فامها عشان تأهلها للامتحان النهائي اللي يدخلها للجامعه بتوديها لمستر سيبوتا. فالمدرس سيبوتا بياخد ساياكا كتحدي ليه ان هو لازم يغيرها، فبيشجعها وبقول لها ان هو هيوصلها لمرحله انها تخش جامعه كايو، ودي بتعتبر واحده من افضل الجامعات واللي من الصعب دخولها في اليابان. وده بيخلي ساياكا بتضحك عليه وبتقول له ان هم مستحيل ان هم يختاروا واحده زيها، وعلشان يختبر مستواها سوبوتا عمل لها امتحان، فساياكا بتجيب 0 من 100 في الامتحان. فسوبوتا كان مبهور بيها برضه لانها حاولت وجاوبت كل الاسئله، على عكس اي حد تاني كان هيستسلم ومش هيحل اي حاجه. بعد تقييمه ليها بقول لها مستواها زي الطلبه اللي في سنه رابعه، عشان كده بقول لها هبدا معاك من البدايه خالص، وعلمها منهج المرحله الاعداديه. تاني يوم ساياكا بتروح مطعم مع صحابها، بس كانت بتذاكر طول الوقت. البنات اتفاجئوا وكانوا مبسوطين بيها لأنها مهتمة وبتذاكر كويس عشان تم قدامها هدف. بعد ما تمت تدرس أسبوع مع المدرس سيبوتا جابت 5% من الامتحان. سيبوتا كان هيطير من الفرحة من نتائجها وبيشجعها انها تذاكر اكتر. وسيبوتا بيكون مدرس كويس مع كل الطلبة بتوعه، وعمره ما بيحسسهم ان هم اغبياء لانهم مش عارفين حاجة، وكان بيعمل اللي عليه علشان يرفع معنوياتهم. بس مع سبوتة كان بيعاني معاها في الشرح لأنها ما كانتش عارفة حاجات بسيطة وبدائية زي إن الشمال عكس الجنوب. أبو ساياكا بيرفض إن هو يدفع لها مصاريف المدرسة لأنها غالية جدا، وما كانش مصدق إنها ممكن تروح الكلية. أمها كانت مصممة على إنها تعلم ساياكا، فبتقرر إنها تشتغل عشان تدفع لها المصاريف. في يوم وساياكا بتذاكر في مدرسة كرامب، في جابت ابنها رايجي ودخلته المدرسة. هو كمان كان جياره زي ساياكا وما كانش مهتم بدراسته. أبو وأم رايجي كانوا محامين وكانوا عايزينه يطلع زيهم، بس هو ما كانش مهتم إلا بألعاب الفيديو جيم. فسوبوتا بيسأله عارف يعني إيه لعبة الانتقام، فبقول له إن هو لازم يتحدى والديه،
ويدخل كلية الحقوق ويوصل لأهله إن هو يقدر يعملها علشان يعلم أبوه درس. ومع مرور الأيام بتكون ساياكا مستواها بيتطور، بس سيبوتا بيكون عايز يسرع من التطور ده، لقى طريقة مشوقة إن هو يدرس لها بيها، فبيقول لها إنها مع كل إجابة تجاوبها غلط تشيل طبقة ميكا من اللي هي عاملاها. وبيقول للطلبة اللي عنده إن هو هيوري صورة محرجة ليه لو ساياكا جابت 100 من 100. وبداية من اليوم ده كانت ساياكا بتذاكر طول الوقت وبتقفل الامتحان، وزي ما وعدها ورى طلبة ليه صورة محرجة ليه من أيام طفولته، وشرح لهم إزاي هو كان طالب متوسط فعشان كده هو عايز يساعدهم. بعدها ساياكا بتصبغ شعرها أسود وبترجع المدرسة تاني. لما مستر شيمورا بيعرف إنها عايزة تدخل الجامعة فبيتريق عليها وبقول لها إن هو هيرقص في الملعب لو هي دخلت الجامعة، فساياكا بتتحداه وبتتشجع أكتر من اللي هو بيقوله. وفي يوم ساياكي ورايدي كانوا بره مطعم وبيشوفوا سيبوتا بيقابل مستر لشيمورا، وبيتضح ان لشيمورا بيمول المدرسه بتاعت كرامب وان هو مش عايز سيبوتا يقبل طلبه ضعاف زي ساياكا، وبيكون شايف ان سمعه المدرسه اهم من الطلبه. فسيبوتا بيقول له ان هو مؤمن بساياكا انها تدخل الجامعه اللي هي عايزاها. لما ساياكا بتسمع سيبوتا ان هو بيدافع عنها بتعيط لانها اتاثرت بكلامه. في البيت ساياكا بتلاحظ ان بنتها اتغيرت تماما لما راحت لمدرسة كرامب. تاني يوم سيبوتا بيتصل عليها علشان يقول لها على تطور ساياكا، وقال لها ان ساياكا هي اسرع طالبة بتتعلم عنده، بس لانهم ما عندهمش وقت كفاية قبل مرحلة القبول في الجامعة لازم تحضر حصص مدرسة كرامب 6 ايام في الاسبوع، وده هيكلفها فلوس كتير، علشان كده بتستلف من قرايبها عشان تدفع فلوس المدرسة. ساياكا بتعرف الموضوع ده من سيبوتا وزعلت انها بتزيد الحمل على مامتها. وفي يوم زمايلها بيعزموها في مطعم فساياكا بتقبل، ولكن بتكون مشغولة طول الوقت بمذاكرتها. وبعدها البنات بيروحوا يستحموا سوا وبيقولوا لها ان هم مش هيخرجوا بعد امتحان ساياكا لانهم عارفين قد ايه هي بتذاكر بجد. فساياكا بتعيط وبتشكرهم على تفهمهم ليها. بعدها بكم شهر ساياكا بتبتدي تذاكر في منهج الثانوية، وكان لازم تذاكر ازاي تكتب مقال. فسيبوتا بيجيب لها كتب وبيطلب منها انها تشوف برامج اخبار كتير، وبتقص شعرها عشان تبين عزيمتها على المذاكرة. وفي خلال الاسابيع كانت بتذاكر كتير لدرجة انها كانت بتنام في حصص المدرسة. وفي يوم مستر لشيمورا بيصحيها وبيشدها من شعرها وبيتصل بامها وبيعرفها ان بنتها ما اتحسنتش من ساعة ما اتفصلت من المدرسة، بس امها بتقول له ان ساياكا اتغيرت وما بقتش نفس الشخص اللي كانت عليه قبل ما تتفصل. وفي تاني يوم المدرسة رايجي بيجي المدرسة وصبغ وغير لون شعره الاسود وكان لابس نظارة وشكله متغير تماما. ولما سأل قال ان ساياكا ألهمته ان هو يهتم بالدراسة اكتر. وبعدها ساياكا بتدخل اول امتحان قبول للجامعة، ولما النتائج انتشرت لقيت نفسها جايبة 65%، وكان أقل مجموعة عشان تدخل الكلية اللي هي عايزاها كان 70. ولكن سيبوتا كان شايف إن درجتها دي حلوة جدا لأنها من كام شهر بس كانت جايبة 0 في الامتحان. بس ساياكا كانت محبطة لأن كل التعب اللي هي تعبته ده ما جابش فايدة. فلما بترجع البيت بتلاقي أبوها بيعارك مع أخوها لأنه قال له إن هو مش عايز يلعب بيسبول تاني. فريته بيزق أبوه بعيد وبيقول له إن هو عمره ما كان عايز يلعب بيسبول، وبيطلع من البيت وما بيرجعش في الليلة دي. وتاني مرة ساياكا بتدخل الامتحان برضه وما بتجيبش درجة حلوة، فساياكا من الضغط وقلة النوم فقدت قدرتها على المذاكرة. فسيبوتا بيحاول إن هو يشجعها على المذاكرة بس كلامه بيخليها تتعصب أكتر، وبتتعصب عليه وبتمشي من مدرسة رام وما بتطلعش من أوضتها لمدة يومين. بعدها ريوتا بيرجع البيت وبيعرف أبوه إن هو ساب فريق البيسبول، فأبوه ما كانش قادر يتخلى عن حلمه إن هو يخلي ابنه أحسن لاعب بيسبول، وبيفضل يضرب ريوتا علشان يرجع عن قراره. فمراته كانت مخنوقة من اللي بيحصل وبتكسر شباك العربية علشان جوزها يفوق من اللي هو بيعمله. لما أبوه كان متشتت ريوتا بيستغل الفرصة وبيجري من البيت بسرعة. فمراته بتحكي له إنه ابنه ريوتا حصل له أزمة تنفس في الليلة اللي قبل الماتش علشان خوفه من الناس إنها توبخه لو لعب وحش، وبتعرفه إنه هو أب سيء في تعامله مع أولاده. بعدها ساياكا بتطلب من أمها إنها تروح معاه لجامعة كايو، وتاني يوم بيروحوا الجامعة وبينبهروا بيها. فأمها بتتمنى لها إنها تكون عندها نفس نمط الحياة اللي عند الطلبة دول. وبالليل ساياكا بتروح لمدرسة كرامب وبتقابل سيبوتا وبتعتذر له عن قلة احترامها ليه وبتشكره على صبره ليها، وبتوعده إنها هتكمل الدروس بتاعتها من بكرة. بعدها بأسبوع ساياكا أخدت تالت امتحان ليها وكانت خايفة جدا إنها تبص على نتيجة الامتحان. ولما بتروح البيت بتلاقي أبوها بيحرق كل أدوات البيسبول اللي جابها لريوتا
عرف غلطته ووعدهم إن هو يكون أب أحسن من الأول، ووعدهم إن هو يدعم أولاده في أي حاجة هم عايزين يعملوها، والعيلة بتتشارك لحظة عاطفية. فسياكا بتوري له نتيجة آخر امتحان، فكانت درجتها برضه 65. أبوها وأمها كانوا فخورين بيها جدا. في يوم امتحان القبول الطرق بتكون مسدودة بسبب شدة التلج. أبو سياكا بيقترح عليها إن هو يوصلها، وده بيكون شيء غريب بالنسبة لها لأنه عمره ما اتدخل في حياتها حتى في أبسط الحاجات. وفي طريق المدرسة بقول لها إنها تعمل اللي عليها وما تشغلش بالها بمصاريف الكلية لأنه دبرها خلاص. هو بيوصلها بيفضل يشجعها لأول مرة في حياته. فسياكا بتعمل اللي عليها في الامتحان وبترجع البيت وبتروح لمدرسة رامب وبتعلن إن ده آخر يوم ليها، وبتكون مش عايزة تقول له النتيجة عشان ما تحبطوش. وكمان خلت سيبوتا يمضي لها في القاموس بتاعها علشان يفضل معاها على طول وهي بتذاكر. وقبل ما تمشي بتديله جواب بتشكره فيه على إيمانه بيها وعلى مجهوده اللي خلاها الشخص اللي هي عليه دلوقتي. بعدها بكام يوم بتشوف النتيجة على النت ولقيت إنها ما نجحتش، فبتتصل على سبوتا وبتبلغه بالنتيجة. بس سبوتا ما بيستسلمش وبقول لها إن هم ممكن يروحوا يطلبوا إعادة تصحيح ورقتها. فسياكا بتستسلم وبتقول له إنها مش هتعمل إعادة تصحيح، بس سبوتا بيقدم لها على إعادة تصحيح في الأيام اللي بعد كده. أما سياكا بتخرج مع أصحابها كل يوم وبتحاول ترجع لنمط حياتها القديم، بس مهما عملت بتحس إنها محبطة. وفي يوم بتفتح الكمبيوتر بتاعها وبتلاقي رسالة على الإيميل إنها اتقبلت في جامعة كايو وراحت بسرعة لمدرسة رام. ولما شافت سبوتا كانت بتاخد نفسها بالعافية، ولما بتقول له إنها اتقبلت في الجامعة الفصل كله بيحتفل بيها. سبوتا وسياكا بيفضلوا يعيطوا من كتر الفرحة. في آخر مشهد في الفيلم بنشوف مستر كليشيمورا عريان في حوش المدرسة وبياخد صور مع البنات، وبعد كده سياكا بتروح للجامعة. واللي هنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات. سلام.